لو يهمك تجيب فوق ال 94% فالفيديو ده ليك. ركز معايا كويس قوي للنهاية وحط كل كلمة انا هقولها حلقة في ودنك، لان انا مش جاية النهاردة اقولك اي كلام ولا جاية اضحك عليك. ركز معايا علشان انا عايزة اوصلك معلومة مفيدة، وعايزة اوصلك حاجة مهمة انت لو اشتغلت عليها هتقدر ان انت تحقق حلمك باذن الله. بس في البداية ما ننساش ندعي لكل الناس اللي هتظهر دلوقتي قدامنا على الشاشة ان ربنا يوفقهم ويجبر بخاطرهم ويفرحهم ويحققوا احلامهم باذن الله. متنساش تعمل لايك شير سبسكرايب القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا نبدأ ونشوف الفترة دي المراجعات مهمة جدا، تستغلها ازاي وتعمل فيها ايه علشان ان انت تقدر تعدل 94 لو انت شايف نفسك شاطر وتستحق فعلا ان انت تجيب، وشايف نفسك ان انت تعبت حتى لو ما تعبتش، وشايف نفسك ان انت مهمل وهكذا. انت نزلت دروس على مدار 7 شهور او 8 شهور بدون تعب، تعبت كتير، نزلت كتير، خرجت كتير، جيت كتير، صرفت كتير. الثانوية العامة بتصرف كتير جدا 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 بجد. يعني انا عايزه اقولك ان انت اللي صرفته ده يجهز عروسه يجهز شقه. صرفت كتير خالص، ده ممكن تعدي 36,000 لو انت بتحسب. حاول كده تحسب انت بتصرف قد ايه، هتلاقي ان انت عديت رقم وقدره. فنعمل ايه بقى لو احنا عايزين نستغل الوقت ده ونشوف ونظبط الدنيا ونشوف احنا عملنا ايه بالظبط؟ تعالى اقولك كده من البدايه. الفتره دي يا هتصيب يا هتخيب. بمعنى يعني يا هتكسبها وتقدر تحقق منها حاجه وتقدر ان انت تعوض اللي ضاع، تقدر ان انت نستغلها بقى على قد ما نقدر. بس في الاول كده عايزه افكرك بحاجه، ان انت معاك مواد ما بتضافش للمجموع. المواد اللي ما بتضافش للمجموع دي اغلبكم ما بصلهاش لحد دلوقتي. عايزه افكرك بحاجه، ان انت مش هتفيد خالص لو انت طلعت الاول على الجمهوريه او جبت 99% او شايل ملحق. هي مواد ما بتضافش للمجموع وكل حاجه، بس هي مواد نجاح وسقوط. يعني انت مش هيفيد خالص ان انت تكون جايب مجموع كويس وجايب مجموع حلو وشايل ماده، يعني هتبقى شكلها مش لطيف، مش هتقدر تفرح بمجموعك لان انت شايل ماده. هتقولي لا ده احنا هنغشها وهنكروت الدنيا، هم عارفين ان هي ما بتضافش المجموع فهيحاولوا يعدونا فيها. على فكره في المواد دي اوقات كتيره بيشدوا اللجان، ان هم بيبقوا عارفين ان كل الطلبه مركزين على المواد اللي هي بتجيب مجموع والمواد الصعبه وسايبين دول. فهم لما يجوا يحبوا يمسكوك من ايدك اللي بتوجعك هيمسكوك في الاربع مواد دول. نعمل ايه دلوقتي بقى علشان نقدر ان احنا نستغل ده؟ انت لو طالب شايف ان انت ماشي بمادة واحدة، زي ما انا مثلا برفع الفيديوهات كده معاك، ماشي مثلا ماسك العربي لوحده، الكيمياء لوحدها، الفيزياء لوحدها، هتاخد معاهم جزء بسيط من المواد اللي مبتضافش المجموع. ما تقولش انا هلمهم في ساعتين ليلة الامتحان. نفترض حصل لك ظرف ليلة الامتحان، نفترض ان انت تعبت، نفترض لا قدر الله حصل حاجة قدرتش ان انت تلم المادة ليلة الامتحان، هتروح تاني يوم تعمل ايه؟ هتروح تغش؟ نفترض اللجنة شدة. انا مش ببشرك بس، بوعيك، بخليك تبص شويه لقدام، بخليك تعمل. انت عايز تجيب مجموع بس تكون فرحان بالنتيجه، يعني مش جايب مجموع وراسب الدنيا مش هتكون لطيفه خالص، ولا انك داخل دور تاني. خلاص احنا اتفقنا دلوقتي هتعمل ايه. نيجي بقى للناس اللي بتقولي انا لحد النهارده ما بداتش، لحد النهارده انا مش عارفه اعمل ايه، هل انا هنجح؟ انت لو بدات من دلوقتي هتجيب مجموع. انا مش هقولك هتجيب فوق ال90، مش هكدب عليك. الوقت اللي فاضل كيف ان انت تنجح، كيف ان انت لو شديت على نفسك شوية تعدل 80 والله العظيم مرتاح. بس لو شديت، عارف يعني ايه لو شديت؟ حط تحت لو شديت دي مليون خط. ان انت تشتغل صح تتعب هتجيب فوق ال80. لو طالب ان انت شايف نفسك مثلا كنت بتنزل الدروس، كنت مذاكر قبل كده، او انت اصلا على فكرة مفيش حد ما بينزلش دروس. انت لو بتنزل الدرس مجرد انت سماع المعلومة من المدرس هتقدر تفتكرها. يعني انت لو جيت تذاكر كده حتى لو طالب ما يعرفش حاجة هتقدر ان انت تفتكر حاجة من اللي انت كنت سامعها قبل كده. انت هتقدر، بس قوم لان الوقت اللي فاضل هيبكيك بعدين. يعني انت تكسب الوقت اللي فاضل بقى لانك تبكي بعدين. فقوم دلوقتي عشان انت تقدر. وعايزة اتكلم في نقطة، مين قال ان انت مش هتقدر؟ يعني البنوتة اللي كانت بتقول ده المس قالت لها ان انت مستحيل تجيبي مجموع، انا اهو بقولك ان انت هتقدر. المدرسة دي ما تعرفش حاجة، هي ما شافتش الغيب، ما شافتش المستخبي ليكم علشان تقدر ان هي تقول انت هتجيب مجموع ولا مش هتجيب مجموع. يمكن لو انت بتشوف الفيديو دلوقتي، لو انت علمي تبقي دكتورة، وقتها انت هتفكريها ان انت فعلا كنت قدها.
انت لازم تثبتي لها ده، تثبتي لها ان هي لما قالت انك مش هتجيبي مجموع انك كنت تقدري، وانك كنت تقدري تجيبي وتعدي وتحققي حلمك وحلم اهلك. انت لازم دلوقتي علشان بعدين ما تقولهاش ده انا قلت، هي وقتها تقول ده انا قلت ان انت مش هتقدري تجيبي، فانت ردك عليها تكون ايه؟ انت فعلا ما جبتيش لانك انت لعبتي، مش علشان انت مش عارفه تذاكري، لا علشان انت لعبتي. قومي دلوقتي، انت هتقدري. وهفضل دايما اقول لكم ان حسابات ربنا غير حساباتكم خالص. انت لو حسبت ان انت هتشيل المادة، هتيجي بعد كده هتلاقي ربنا معديك فيها وجايب فيها درجة كويسة. والموقف ده حصل قدامي اكتر من مرة، مش عايزة اقولك ان هو حصل معايا انا شخصيا. فحسابات ربنا غير حساباتنا تماما. قوم، حلمك يستاهل. عايزه اقولك انك هتقدر. عايزاك يوم الامتحان تيجي تقولي انك فعلا قدرت ان انت تحقق، قدرت ان انت توصل. انا مستنيه ده، انا مستنيه ان انت تيجي تقولي انا مش عندك خالص، ولا ان انا بتحداك. انا مستنياك فعلا تقولي ان انت قدرت. يلا قوم حالا اتحداني، اتحداني عشان قولي انا هقدر، قولي انا هوصل. قوم حالا افتح كتابك، شوف هي فيها ايه. بص لأهلك بعدين لما يلاقوك مثلا مش جايب مجموع كويس، لما يلاقوك تعب السنة دي كلها ضاع، فالدنيا مش هتكون لطيفة، مش هتكون حلوة. يلا انت هتقدر. قوم يا بطل، قوم عافر، حلمك يستاهل، هتقدر توصل والله. يلا بسرعة انزل تحت في الكومنتات اكتب الدعوة اللي انت محتاجها مني. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.